السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سعيد بن ناصر بن سعيد النعبي، معلم فيزياء في مدرسة الإمام سالم بن راشد الخروصي في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، مدرب في السبورة التفاعلية، ومدرب في برنامج أنتل في التعليم، عضو في فريق التعليم والمحتوى الإلكتروني بمحافظة شمال الشرقية، وعضو في فريق سبورات التفاعلية لمختبرات العلوم بمحافظة الشرقية شمال. نفذت العديد من البرامج التدريبية، من ضمنها قمت بتدريب لأكثر من 150 مدرب ومتدربة في برنامج أنتل، كما قمت بتدريب لأكثر من 300 متدرب ومتدربة في برنامج السبورة التفاعلية، وغيرها من البرامج التدريبية التي قمتها بتدريبها. حضرت العديد من المؤتمرات المحلية والخارجية، من ضمنها مؤتمر لندن سنة 2012، لندن International Conference of Education، مؤتمر جامعة قطر سنة 2016، ابتدى التعليم في دول التعاون الخليجي، إبداعات وتطلعات تربوية، حيث قمت بعرض ورقة عمل في هذا المؤتمر حول أثر استخدام السبورة التفاعلية في مادة العلوم للصف السابع بسلطنة عمان. كما شاركت في مؤتمر جامعة سلطان قابوس متمثلة في كلية التربية سنة 2016 حول الاعتماد الأكاديمي الطريق إلى استدامة الجودة في التعليم، وقمت بعرض ورقة عمل أيضا حول أثر استخدام السبورة التفاعلية في جودة أداء طلبة الصف السابع في مادة العلوم. من أهم أعمالي التي حققتها في السنوات الماضية، قمت بتصميم الموسوعة المنهجية الخاصة لطلبة الثاني عشر، تصميم دروس تفاعلية في مادة العلوم للصف السابع للوحدة الثالثة بأكملها، تصميم دروس تفاعلية في مادة العلوم للصف الثامن للوحدة الأولى بأكملها، تصميم سلسلة لغتي الخاصة لطلبة صعوبات التعلم ببرنامج سمارت نوت بوك. أيضا قمت بعمل دراسة حول أثر استخدام السبورة التفاعلية في مادة العلوم للصف السابع بسلطنة عمان، حيث شاركت عدة مدارس حول هذه الدراسة في 5 محافظات، منها شمال الشرقية وجنوب الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومحافظة الداخلية. ونفذ حاليا برنامج إدمودو في مادة الفيزياء للصف 11، حيث وجدت التفاعل الإيجابي والمستمر من قبل الطلبة. في مجال عملي قمت بتحويل الكتاب المدرسي إلى دروس تفاعلية أطبقها مع طلابي في تدريس العلوم، كما قمت أيضا باستخدام بعض تقنيات التعليم، من ضمنها التعليم بواسطة انتل في التعليم، وأيضا المنصات التعليمية. هناك مقولة قالها رئيس شركة إدارة انتل: الكمبيوتر ليس سحرا ولكن المعلمون هم السحر، حيث نلاحظ هناك ثورة في التكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية لم تشهد لها مثيل في تاريخ البشرية، حيث أننا نعيش في عصر تكنولوجي سريع، في كل دقيقة نلاحظ معلومة جديدة، وفي كل دقيقة نلاحظ هناك برامج وتطبيقات جديدة. هذه الثورة المعلوماتية وهذا التطور التكنولوجي لابد أن ينعكس في التعلم والتعليم، في استخدام التكنولوجيا في التعليم. ولا بد أن نعرف أن أصبح الطالب الحين هو محور العملية التعليمية، حيث الطالب هو الذي يبتكر وهو الذي يكتشف وهو الذي يبحث، بينما أصبح دور المعلم الحين هو دور الموجه ودوره المشرف. بمعنى ذلك أن العملية التعليمية أصبحت تشاركية بين الطالب والمعلم. أقدم نصيحتي لإخواني المعلمين: عليهم بمواكبة عصر التكنولوجيا وتغيير طريقة التدريس التقليدي إلى طريقة التدريس التقني، وربط تدريسهم بتقنيات التعليم الحديثة. وأقدم نصيحتي أيضا لإخواني الطلبة، فأقول لهم: أنتم المستقبل وعليكم الاعتماد على أنفسكم ولا تعتمدوا على غيركم. وأنصح طلابي أن يغرسوا في أنفسهم 4 أمور، وهي حل المشكلات بنفسك، صانع القرار، الباحث عن المعلومة، وتوثيق المعلومة. وأشكر كل من ساندني من إخواني وزملائي، والأخص بالشكر مدرسة الإمام سالم بن راشد الخروصي المتمثل بمديرها المتميز الأستاذ عبد الله بن ناصر الراشدي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.